ياسين إبراهيمي على تنفيذ الركلة الجزائية أو الركلة الترجيحية، الركلة الترجيحية الأولى للجزائر، ركلة الترجيح الأولى. هنا دعوات وهنا ياسين وهناك حمد. ياسين أم المقبالي؟ ياسين أم حمد؟ ياسين سجل. نعم، إبراهيمي لا يضيع في وسط المرمى، سجل أول الركلات الترجيحية للجزائر. الجزائر عن طريق قائدها، الجزائر عن طريق من صنع في هذا الملعب أفراحها، تسجل الركلة الترجيحية الأولى من ياسين إبراهيمي في وسط مرمى حارس المرمى حمد المقبالي. الجزائر الركلة الأولى للإمارات، وهنا الفرحة الكبيرة في المدرج، وهنا ياسين بهذه بردة الفعل. هنا كرة من كايو لوكاس للإمارات. كايو أمام شعال، كايو أمام شعال، شعال أم كايو، كايو أم شعال، كايو يا عين يا سلام. بكل هدوء كايو وضع الكرة في المرمى، بكل هدوء كايو حط الكرة في الشباك ليسجل المنتخب الإماراتي ويعدل النتيجة في هذه اللحظات. الجزائر ركلة، الإمارات ركلة، والنجاح كان عنوان الركلتين بالنسبة لياسين وكذلك لكايو. الثانية للجزائر، الثانية للمنتخب الجزائري. ياسين بن زياد على تنفيذ ما بعد ياسين، هناك ياسين آخر، ياسين والمقبالي. ياسين بن زياد، المقبالي تصدى، المقبالي تصدى، المقبالي رفض، المقبالي تعلق، المقبالي تألق ليتصدى للركلة الجزائية الثانية للمنتخب الجزائري. ياسين بن زياد على يمين المقبالي، المقبالي قال لا، المقبالي تصدى لها، المقبالي رفضها ليعطي الأفضلية الآن، ليعطي الأفضلية وفرصة تقدم الإمارات على الجزائر في ركلات الترجيح بقدم ميلوني أمام شعال، ميلوني أمام شعال، شعال أمام ميلوني، شعال أمام ميلوني، شعال أم ميلوني، ميلوني على التنفيذ بالركلة الترجيحية الثانية للمنتخب الإماراتي. هنا ميلوني، التركيز، التفكير، التسديد، ميلوني، لكن شعال يتصدى، شعال أشعلها، شعال شعللها، شعال شعلها هنا في ملعب البيت. نعم، شعال يتصدى للمنتخب الجزائري، شعال يرفض هذه الكرة ويرفض أن تتقدم الإمارات بالركلة الترجيحية الثانية عن طريق اللاعب ميلوني. شعال والمقبالي وحالة التألق للحارسين. هنا القراءة، يقرأ من سينفذ وفي أي زاوية اعتاد أن ينفذ، بينما القادم هو حسام الدين مرزاق على تنفيذ للمنتخب الجزائري. حسام الدين على تنفيذ، مرزاق على تنفيذ أمام المقبالي، حسام الدين في المرمى. نعم، حسام الدين حسب ركلته الترجيحية ليسجل للمنتخب الجزائري. الركلة الترجيحية هي الثالثة، لكن بالنجاح هي الثانية للمنتخب الجزائري. ركلتان